هل الأحداث اللي بتحصل دلوقتي من علامات الساعة، وإيه أحسن حاجة نعملها؟ لا، هو علامات الساعة بدأت من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ما بنستغربش خالص، يعني مفيش أي حاجة، يعني مفيش أي حاجة. هي الساعة قربت، ما ورد أصلا ربنا قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وسيدنا قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. فاحنا مش يعني مفيش شيء غريب، هو الساعة قربت. ولكن هل جيلنا؟ المعتقد ان مش جيلنا اللي هيشوف الساعة، لان الساعة فيها سنوات كثيرة. واحنا حكينا الموضوع ده بالتفصيل في برنامج الحصن في الحلقات الأخيرة، لما نيجي نحكي عند يأجوج ومأجوج وذو القرنين، ولما فإذا جاء وعد الآخرة وهم، نسيت الآية سبحان الله، الحمد لله، عشان كنت بقرأ في سورة الإسراء، وهم من كل حدب ينسلون، دي سورة الأنبياء. المهم يعني الصفحة الأخيرة اللي في سورة الكهف، وخلق الإنسان ضعيف. الصفحة الأخيرة اللي في سورة الكهف اللي ربنا بيتكلم فيها عن يأجوج ومأجوج، وجعله ربي دكاء وكان وعد ربي حقا، الحمد لله افتكرت، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الآيات اللي بتتكلم عن يأجوج ومأجوج قمنا وقفنا وشرحنا علامات الساعة الكبرى كلها، إن شاء الله يعني تكون مفيدة لحضراتكم بإذن الله. الأيام قربت، بس هي هتحتاج سنين طويلة، سنوات طويلة. وبالتالي احنا هنعمل ايه؟ اولا لو بلدك فيها حرب تدعو الله ان يؤمن بلدك، ولو بلدك ما فيهاش حرب تدعو الله ان يؤمن بلدك بدعوة سيدنا ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، او رب اجعل هذا بلدا آمنا، زي ما سيدنا ابراهيم دعا. وتدعي بدعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي بلدنا البركة، زي ما دعا للمدينة آتي المدينة ضعفي ما أتيت مكة من البركة. ادعي لبلدك بالأمان. وسبحان الله نفضل نقول الواحد يشتغل لبناء نفسه وبناء أسرته وإعمار وطنه، علشان القوي بيدافع عن نفسه بلطف الله ومدد الله سبحانه وتعالى.